ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وحضراتكم طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم. احنا النهاردة بقى هنعمل لكم وصفة حلوة قوي عشان رمضان زي ما انتوا شايفين كده. الفراخ دي من غير فرن، معمولة في المقلاية او في الطاسة. شايفين ما شاء الله مستوية ازاي. عملنا معاها بصل مكرمل بنفس تتبيلة الفراخ، وعملنا كمان سلطة. بس احنا جبنا وصفة الفراخ بس. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله طالعة طرية جدا وجوسي ومستوية وحلوة جدا. شايفين ما شاء الله مستوية على الآخر، دايبة. احنا جبنا اوراق فراخ هنخليها طبعا من العظم. اه، احنا عندنا هنا ما حدش بيخلي، اللي بيخلي في البيت. زي ما انتوا شايفين كده احنا هنخلي الوراك من العظم بطريقة سهلة وبسيطة، ما بتاخدش وقت. زي ما انتوا شايفين كده مش قادرة اقول لكم الفراخ دي هتطلع تحفة، هتطلع حلوة جدا جدا جدا. مش هتبطلوا تعملوها. يعني اكيد الوصفة دي هتعتمدوها في رمضان. حلوة جدا ومش بتاخد وقت كمان، لان احنا بنعملها قبلها بيوم في التتبيلة. لازم تبات في التتبيلة قبلها بيوم. زي ما انتوا شايفين كده احنا بنطلع العظم اهو منها. ما شاء الله طلعت تحفة. التتبيلة كمان كانت خطيرة وريحتها كانت حلوة جدا جدا. عايزة اقول لكم من اسهل الوصفات اللي هتعمليها، مش هتاخد معاكي وقت خالص. يعني انت قبلها بيوم هتخلي الفراخ وهتحطيها في التتبيلة لتاني يوم، واول يوم بس هتحمريها في الطاسة. مش بتاخد وقت خالص. شايفين ما شاء الله انا بخلي الورك في وقت قليل. مش بياخد مني وقت، مع ان كنت يعني بعمل حاجات تانية برضو. شايفين ما شاء الله في ثواني بنخلي الورك. مش بياخد وقت خالص. اللي في اي مكان بقى غيرنا هنا بيخلي عند بتاع الفراخ مفيش مشكلة، لكن احنا عندنا هنا مفيش حد بيخلي. احنا بنجيب الوراك زي ما انتوا شايفين كده، واحنا اللي بنخليها. او اي فراخ احنا اللي بنخليها. مش متوفر عندنا حتة ان بتاع الفراخ يخلي الوراك والكلام ده. زي ما انتوا شايفين كده اهو، الموضوع سهل وبسيط خالص. شايفين ما شاء الله الورك بيتخلى بسرعة، مش بياخد وقت. انا خليت الوركين قدامكم. انا بشيل العظمة اللي في باقي الفخذ. شايفين ما شاء الله. وبفتح كمان اللحم بتاع الفخذ. وهنا بقى هنبدأ نعمل التتبيلة بتاعتنا: بصل وطماطم وفلفل ألوان، فلفل حر، فلفل أحمر حر، وفص توم. وهنضرب كل الكلام ده مع بعضه: بصل وتوم وطماطم وفلفل حراق. حاطين قرن شطة يعني. هنضرب كل الكلام ده مع بعضه. زي ما انتوا شايفين كده احنا هنحط التتبيلة في علبة بغطا، في حاجة محكمة الغلق، علشان احنا هنبيتها لتاني يوم في التلاجة.
طبعا ما تنسوش الخل، فنجان خل، لان الخل ده هو اللي هيسوي اللحم بتاع الوراك. بصوا التتبيله دي ريحتها جباره، ريحتها حلوه جدا. هنحط ليمونه، بس دي كانت نص ليمونه كبيره. احنا هنحط ليمونه. دبس الرمان طبعا ده اساسي، لازم نحط دبس الرمان. زي ما انتوا شايفين كده بنحط معلقه كبيره دبس رمان. بتحط الملح طبعا على حسب ذوقك انتي. بنحط كمان معلقتين سكر او معلقه عسل. انا ما كانش عندي عسل فحطيت سكر. نحط فلفل اسود، ودي قرفه. هتحطي كيس صلصه صغير او معلقه صلصه كبيره، وده قرنفل. هكتب لك برضو البهارات في صندوق الوصف. دي معلقه كبيره من بهارات الفراخ المشكله، ودي برضو بهارات فراخ تانية. وهنقلب بقى كل الكلام ده مع بعضه زي ما انتوا شايفين كده. مش قادرة اقول لكم على ريحتها بصراحة، كانت ريحتها قلب الدنيا. ده باقي الخلطة اللي كانت في الكبة. وهنا بقى هنبدأ نحط الوراك في الخلطة دي، وهنبيتها لتاني يوم. مهم انها تبات لتاني يوم، مهم جدا. ده بيساعد على التسوية، لما تبيتها في التتبيلة قبلها بيوم بيساعد على التسوية. حلوة حلوة قوي قوي في رمضان، سهلة وبسيطة، مش هتاخد منك وقت خالص. زي ما انتوا شايفين كده عملنا الكمية كلها. وهنا هنغطي عليها وهنحطها في التلاجة، لازم تغطي عليها. هنا كده بقينا تاني يوم. معلقة زبدة بقى كبيرة كده محترمة في الطاسة زي ما انتوا شايفين، وهنحط عليها كمان شوية زيت عشان الزبدة ما تتحرقش. زي ما انتوا شايفين كده هنبدأ بقى نحط الفراخ. بصوا زي ما انتوا شايفين هي حتى مسكت نفسها ازاي. وهنحطها في الطاسة وهنهدي النار عليها. دي بقى خطوة مهمة جدا في التسوية، ان انت تهدي النار عليها وتسيبيها على راحتها. طبعا انا اشتغلت في طاستين علشان الوقت. طبعا بنهدي النار وبتغطيها وتسيبيها بقى على راحتها، تاخد وقتها بقى، وغطي عليها عشان تستوي. وهنا هنقلبها. شايفين لونها؟ ما شاء الله، ما شاء الله على الريحة وهي على النار. ما شاء الله على جمالها، تحفة بجد، طلعت حلوة جدا. شايفين ما شاء الله. برضو هنغطي عليها ونسيبها تاخد وقتها على النار لحد ما تستوي. ما شاء الله بتطلع طرية جوسي. دي فراخ مشوية في الطاسة، مشوية بجد، تحفة. التتبيلة كمان مخلياها تحفة. انا كمان مقطعة بصل، بس الشرايح تكون تخينة شوية عشان هنكرمله بعد ما نخلص الفراخ. شايفين انا اشتغلت في طاسة تانية كمان عشان كنت اخلص من يعني تبقى سخنة كلها في نفس الوقت، فاشتغلت في طاستين. حمرت معاها بطاطس، عملنا سلطة. السلطة بتاعتها بتتقطع كبيرة،
وبيتحط لها الصوص بتاع السلطة اللي هو بتحط فيه دبس رمان والبهارات اللي عندك كلها، وبتحطي فنجان خل وبتحطي زيت وبتحطي مية وبتعملي وتقلبي وتحطي كل ده على السلطة.